الكنافة النابلسية الأصلية أذكى كنافة بالعالم. مرحبا بيتنا، أنا خالد. كنافتنا حلويات الأقصى أذكى كنافة بنابلس، كنافة النابلسية التوب. أنا عندي اعتراف الصراحة بحبش الكنافة، فأجت على الكنافة النابلسية الأصلية أشوف إذا رأيي رح يتغير أو لا. قديش بتحب شغلك؟ ايه قد الدنيا، رغم الضغط رغم الألم. شو اللي بيميز الكنافة النابلسية؟ إيه لأنها هي انخلقت بنابلس. والكنافة النصراوية زاكي كمان. في كنافة نصراوية طبعا دقتها مرة؟ هاي مش نصراوية، هاي اسطنبولية اسمها. طب انتوا ليه بتعملوها ناعمة؟ عشان نتميز انها كنافة نابلسية. من 1 ل10 قديش بتحبوا الكنافة؟ 100 من 10. 100 من 10. مليون من 10. من 1 ل10 قديش بتحب الكنافة النابلسية؟ ولا نتفه. معك الزلمة. وشو يعني انا بحكي بصراحه. بحترمك. اوه بخبزة. يلا. شو أذكى؟ كنافة عادية ولا بخبزة؟ بهذا الجو بس بخبزة. هاي اخترعوها الحجارة، أهل نابلس القدامى اللي بقوا ينزلوا على المحاجر. أول إشي بنحط عليه سمنة، نشتريها يعني تنكات جاهزة، ندهن السمنة هيك، دهنا السمنة على الصينية، بنجيب بعدين العجينة نرش بالعجينات فوق السمنة، بعدين بنصير نرش نخمل. أنا مجبورة أجرب الكنافة اللي بخبز، بتأمل إنها تغير رأيي. لو سمحت بدي كنافة بخبزة. كنافة خبزة بدك تجيب الخبزة معك. يلا ندور على المخبز، نجيب الخبزة. يديك العافية. بدي لو سمحت رغيف أحط فيه كنافة. شكرا كثير. بتحب الكنافة النابلسية؟ طبعا اذكى اكله. تفضل. إذا ما طلعتش زاكي شو أعمل؟ نرجع لك إياها، بحط لك بدال الفحم. Let's go. Let's try. الصراحة زاكية. واو. على فكرة عن جد إنها أذكى من الكنافة العادية. مستحيل أقدر أخلصها، يعني هاي بدها شهر أخلصها. كم من حبة كنافة مستعدات تاكله؟ يمكن السدر. بالحرب كيف الشغل كان؟ تأثر؟ ضبط المناسبات خفت 70%، وخصوصا يعني لانه محل شعبي، المغتربين اللي بيجوا من صحيح. برا، اهل القرى عشان الحواجز كثير صاروا حواجز، بس لا احنا متمسكين وبالعكس بزيد حبنا اكثر. شو أكثر خطوة بتحب تعملها بعملان الكنافة؟ الاكل. لما تنحط الكنافه بالخبزه هاي أحلى خطوة. وارش القطر اكون جيعان. تعرفوا إشي أذكى من الكنافة النابلسية؟ شاركونا وتحدوا أهل نابلس.